هل كانت تحضيراتكم في الموقع قد تعطلت أو اضطربت بسبب إيران والصراع الدائر في المنطقة؟ كيف كانت تحضيراتكم والصعوبات التي واجهتوها في القدوم إلى الولايات المتحدة؟ كل هذه الأمور نحن حصلنا على التأشيرات وقد وصلنا إلى المطار وكل أعضاء الفريق مروا. طبعا البعض استغرق وقتا أطول من غيرهم، ولكن منذ أن وصلنا إلى الولايات المتحدة الأمور كانت رائعة. هناك مشجعين عراقيين يشجعوننا في كل مكان وفي الفندق، وحتى الآن تجربتنا كانت متميزة. أنا أحببت كل دقيقة منها، واللاعبين العراقيين والمشجعين العراقيين يحبون تجربتنا هنا، ونحن نتحضر ونستعد للمباراة. بالنسبة لي الأمر كله يتعلق بكرة القدم لا السياسة. مرة أخرى سؤال بالفرنسية. المدرب ديدي ديشامب قال أنتم تلعبون 4-4-2 بالأساسيات، ولكن أداؤكم جيد. هل أنت تتفق مع هذا النظام؟ وهل يمكن أن تعطينا تعليقات حول طريقة لعبكم؟ expecting to win a game, not trying not to lose. When you have those type of if you have that mentality, yes, you will have days where it might not work, but you'll get plenty of days. ولكن عندنا الكثير من الأيام التي تنجح فيها هذه الطريقة، وإن عقلية اللاعبين الذين يحتاجونها وسوف نعطيهم هذه العقلية. نحن نخرج إلى أرض الملعب بقناعة ورغبة بتحقيق الفوز، وكما قلت لكم أنا لا أدرب. دائما نحن ندرب طريقة تدريبي لا تقتصر فقط على عدم الخسارة. سؤال بالعربية. أيمن، كنت واحد من مسجلي الهدف الأول في المباراة الماضية. آمال كبيرة من الجماهير العراقية عليك للتسجيل مرة ثانية. هل تشوف أنه قادر تكون الحل هذه المرة للهجوم العراقي أمام فرنسا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضور الجميع. أكيد مباراتنا كانت احنا الأولى بعد 40 سنة أمام المنتخب الدنمارك. قدمنا مباراة كبيرة. النرويج العفو. قدمنا مباراة كبيرة 70 دقيقة لعبنا بأفضل ما يمكن. جزئيات أو أخطاء بسيطة حالة دون الحصول على 3 نقاط. رجعنا أكيد بعدها بطاقة إيجابية. راح نلعب أمام منتخب فرنسا، منتخب كبير مرشح أول للبطولة. أكيد كل اللاعبين متحمسين إنه نلعب هاي اللعبة بروح وطاقة. إن شاء الله تكون النتيجة إن شاء الله إيجابية، والتوفيق من رب العالمين إن شاء الله. Back row. Yep. مصطفى الدشتي، معرض الكرة العراقية. سؤالي إلى أيمن الحسين، ماذا استفدتم من مباراة النرويج، وكيف التحضير لمباراة فرنسا يوم غد، خصوصا المنتخب الفرنسي يحتوي على يملك عديد من اللاعبين، وأنتم كلاعبين بعيدا عن المدرب شلون تعايشتوا مع بعد نتيجة النرويج، وشنو اللي خليتوا بيناتكم، شلون حفزتوا نفسكم حتى تطلعون من ذاك الجو؟ قلت لك امام منتخب النرويج قدمنا مباراه جيده. لعبنا بروح تقارب. قلت لك هي هنا المنتخب النرويجي يضم بعض العناصر المتميزه، لكن قدرنا ان الشوط الاول يكون كله تحت سيطرتنا. مرات النتيجه تكون عكس الاداء. اكيد بعد المباراه المدرب ايضا تكلم معنا انه ننسى هذه المباراه. قدمنا مباراه جيده، لكن قلت لك هاي عامل الخبره. بهيش بطولات راد من الخبرة والروح، خاصة احنا كنا نلعب بروح لحد المباراة كلها. الحمد لله والشكر. نقول كنا راضين على الأداء، لكن النتيجة أيضا ما راضين عليها. بعد المباراة المدرب تكلم بصورة إيجابية. لازم نبقى متحفزين. طانا يوم راحة. نقول احنا رستنا، رجعنا ثاني يوم تمرين بقوة. قدرنا ندخل الوحدات التدريبية بروح عالية. أكيد جاهزين إن شاء الله لمواجهة المنتخب الفرنسي. أكيد هو من أفضل المنتخبات في العالم، لكن إحنا نلعب بأسلوبنا، وإن شاء الله نقدم مباراة تليق بينا وباسم العراق إن شاء الله.
Bonjour, une question pour le coach Hugo Guillemette de l'équipe. مدرب Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des joueurs blessés, notamment Jassim? Est-ce qu'il pourra يمكن jouer تعطينا آخر المعلومات حول اللاعب المصاب جاسم؟ هل يمكنه أن يلعب غدا؟ والسؤال الثاني، هل ستبدل حارس المرمى؟ هل هذا الأمر واردا مع العلم بأن حارس المرمى هو قائد الكتيبة ولعل هذا القرار يكون صعبا عليك؟ علي جاسم بحالة جيدة وهو مستعد للعب وجميع اللاعبين متاحين وجاهزين للمباراة. En français, vous risquez demain de jouer dans la zone de Dayo Upamecano. Que pensez-vous de Dayo Upamecano? Est-ce que selon vous il fait partie des meilleurs défenseurs au monde اللاعب هل أنت تعتقد أنه من أفضل المدافعين في العالم؟ وعندما أنت كمهاجم عندما تواجهه هل تخشاه؟ أكيد المدافعين المنتخب الفرنسي من أفضل المدافعين في العالم. لا أكيد قلت لك احنا دائما ندخل المباراة أنا كمهاجم أستمتع من ألعب ضد فريق قوي أو ضد مدافعين أقوياء، تعطيني بالعكس الروح والطاقة إنه أقدم الأفضل ضد الأفضل المدافعين، وإن شاء الله قادرين على التسجيل إن شاء الله. Right here, front row. Yep. Hello, I'm Spanish. I'm going to ask en español. Mi pregunta es para el entrenador José Palacio de la cadena SER de España. ¿Qué le parece, entrenador, que Didier Deschamps? I don't think we have a Spanish interpreter. We should. Here, I can translate. Oh, you can translate. Okay. Si no será en inglés, no. ¿Qué le parece, entrenador, que Didier Deschamps pusiera como ejemplo el partido de Irak contra España y si ese partido que hicieron contra España tiene que parecerse mucho al de mañana para puntuar? تلك المباراة التي لعبتموها ضد إسبانيا سوف تشبه المباراة التي ستلعبونها غدا وكي تتمكنوا من إحراز النقطة. نحن نقدر المنتخب الإسباني الذي منحنا تلك الفرصة. سوف نخوض المباراة بنفس العقلية التي خضناها في تلك المباراة بالتأكيد. كلما منحت اللاعب الماهر وقتا أطول مع الكرة سيكون أداؤهم أفضل. نحن سنكون مستعدين لذلك. Hi, I'm from Norwegian Broadcasting Corporation. I understand that there was some kind of discussions بأنه كانت هناك مناقشات مع الفيفا حول العلم قبل بدء المباراة وأنها رفع العلم من الملعب عندما دخل اللاعبون إلى أرض الملعب. هل يمكنك أن تخبرنا عما دار بينكم وبين الفيفا عن هذا الأمر وما أهمية رفع العلم عن أرض الملعب؟ الجواب أنا لا علم لي عما تتكلم عنه. أكيد يعني بها اسم الله أكبر. فالاتحاد العراقي قدم طلب أنه ترفع العلم العراقي فوق، لأن اسم الله أكبر ما يصير ينزل على أرضية الملعب. شكرا. Any other questions? هل من أسئلة أخرى؟ Okay, well thank you Graham. Thank you Ayman. Thank you Salam. This concludes the official بهذا نختتم هذا المؤتمر الصحفي مع العراق. Philadelphia Stadium. The official press conference for France will be today at 3:30 p.m. Eastern. Thank you all for joining us. إلا شاهدتي الفيديو حتى لهاد اللحظة هادي ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس باش توصل بكل ما هو جديد، وديروا جيم الفيديو ونعطيونا الآراء ديالكم في التعليقات، ونتمنوا لكم حظ موفق. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.